السلام عليكم. السلام عليكم، يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب. وفي الأول كده أنا باشكر الناس اللي هي بتتفاعل معايا وتبعت لي التعليقات الحلوة اللي أنا بتحسسني إن إحنا أسرة واحدة، وإن أي حاجة بتحصل في المجتمع تخصنا كلنا، إحنا كلنا نعتبر عيلة واحدة، اللي بيأثر هنا بيأثر على التاني والكلام ده، ولازم نتعلم من الحاجات دي. أنا عايزة أتكلم في موضوع برضو القضية اللي ما يعلم بها إلا ربنا دي، مش عارفة هي واخدانا لفين. بس عايزة أنا دلوقتي استغربت واستوقفني حاجة مهمة أوي، المحامية الفاضلة اللي هي ليها تاريخها. مش فاهمة هي لما أقسمت على إيه؟ إن هي تدافع عن المظلوم ولا تدافع عن الظالم؟ يعني أنتِ دلوقتي بتتكلمي وعايزة تطلّعي البنت براءة، عايزة تطلّعيها براءة، أنتِ مصدقة نفسِك؟ هل أنتِ مقتنعة ومؤمنة إن البنت دي بريئة؟ بأمارة إيه؟ عايزة تطلّعيها إن هي مختلة عقليًا ومش موزونة، وإن هي عندها حالة نفسية، ده بأمارة إيه؟ بأمارة الاتزان اللي هي فيه دوّة، بأمارة الثبات الانفعالي اللي ما يتوافرش غير عند حد يكون عقله واعي أوي وعارف هو بيعمل إيه وبيفكّر إزاي. البنت اللي حضرتِك بتتكلمي عليها ديّة اللي رتّبت لقتل أمها بطريقة، يعني أولًا الواد ما يعرفش إن كانت ست موجودة في البيت والّا مش موجودة، هي اللي اتصلت وكلمته وطلّعته والست موجودة. جات الهانم بتتكلم بتقول إن هو لمّا اعتدى عليها كانت في الحمام بتستحمى وقال إيه نسيت الفوطة، نسيت الفوطة وما نسيتش إن في حد غريب برّه. ندهت له عشان يدّيها الفوطة، ولمّا شافها هي عريانة كده انبهر. إيه الكلام اللي ما يخشش على عقل عيل صغير ده. وبعدين قال إيه لمّا شافها كده ماشي، نزل وخرج ورجع تاني، وبعدين هو لمّا خرج ورجع العفاريت فتحت له، ودخل اعتدى عليها وبصِّت لقيته قالع ومش عارف إيه. إيه الكلام اللي بيتقال ده؟ إيه الكلام اللي بيتقال ما يخشش على عقل العيل الصغير دوّة؟ سيبك من إنه اعتدى عليها واغتصبها وكان بينهم علاقة زي الزفت يغوروا الاتنين. إحنا بنتكلم دلوقتي في ست حقها المفروض يرجع، عشان يبقوا دول عبرة لحد تاني يستهون بالموضوع زي ما الناس كتير أوي استهونت بقضية نيرة أشرف. نيرة أشرف لو كانت حاكم محمد عادل كانت الناس تنّها فاكرة إن ده اتحاكم عشان عمل كده. لكن للأسف خد وراه كام حادثة بنفس النظام وبنفس الحاجة. ولسه امبارح كان في حادثة في المنصورة، كان شاب برضه هيموت بنت برضه، والحمد لله إن كان في شباب يعني واعية واتحركوا ويعني تبرؤوا باللامبالاة اللي إحنا بقينا فيها ودافعوا عن البنت وأنقذوها. لو ما كانش كده كان زمانها حصّلت نيرة أشرف. إحنا بنتكلم دلوقتي على الست اللي راحت ضحية بنتها. صعبان عليها أوي كلمة إن هي راحت ضحية بنتها دي. أنا شُفت فيديو بتاعها وهي بترقص مع بنتها، أنا قلبي وجعني من اللي حاصل ده. بترقص معاها بمنتهى الحب والفرحة مش سايعاها في شبكتها. وبعد كده تعمل إيه؟ ترتّب لها كل الكلام ده، تحط المَيّة تسخن وتحضّر السكينة وتحضّر ما أعرفش إيه وتحضّر إيه، وتجيب الواد لإن تعرّفه إن أمها مش موجودة في البيت، فتعالَ. ده تبييت نيّة، وكل حاجة فيها بُصّوا أنا علاقتي بالقانون اللي أنا باشوفه أو اللي أنا باقراه في الحاجات اللي إحنا بنشوفها. لكن عشان إن يطلع القانون من واحدة دارسة قانون وليها تاريخها وتتكلم تقول لك البنت أصلها عندها حالة نفسية، عندها حالة نفسية إيه دي يا أستاذة؟ يا أستاذة عيب، عيب. عيب. مش معنى إن أنتِ تطلعي ترند أو إن أنتِ يبقى اسمِك على لسان كل الناس وإن أنتِ كنتِ ماسكة قضية كبيرة زي ديّة، تقومي أنتِ تيجي مع الظالم وتقفي جنبه عشان تطلعيه بريئة وتقولي قال إيه إحنا كده خسرنا واحدة مش ما فيش داعي نخسر التانية. تطلعوها عشان خاطر تربي إخواتها. إخوات مين وهتربيهم على أساس إيه؟ هتربيهم على أساس إيه؟ اللي هي ربِّتها ست محترمة وست فاضلة وست شقيانة عليها وده كانت النتيجة. أمّا دول بقى تربيهم بنت منحلة زي دي، منحلة، أخلاق وقلة أدب وسقطان ما عندهاش حاجة تشفع لها. بنت تجرِت بجمالها وتقول لِك إيه هو الواد اتغَر، يعني هي اللي سيطرت عليه وهي اللي مش إيه الحاجات اللي إحنا كل يوم نسمع حدوتة شكل. كل يوم حدوتة شكل.
البنت هي اللي أغرته؟ لا، ده كان بينهم مخدرات، والمخدرات بتخلي الروس تتساوى. المخدرات طالما طيرت عقل، فالروس الساوت كده يبقى زيها زيه. ولازم القانون بتاع حكاية القانون الطفل ده، ده لو ملحقش يتعدل هنلاقي مصايب كتير قوي لناس بقى نفوسها ضعيفة، طمعانة في الفلوس، وناس عندها قدرة تصرف. تيجي بقى تجيب حتة عيل ومش عارف ايه، هديك يا كام كذا وهديك كذا وهديك كذا، وقانون الطفل في صفك. ده انت لو سافرت بره واتغربت وطلع عينك وعين اللي جابوك، مش هتقفش المبلغ ده. انت قتل فلان ولا اعمل كذا ولا اعمل اي مصيبة، ما قانون الطفل في صفه بقى. كأنه متغرب كام سنة وهيقفش بقى كده، وهيخرج بقى يشوف مستقبله. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه ازاي ده؟ ازاي ده؟ احنا لو بنتراهن على خراب بلدنا مش هنعمل اكتر من كده. ايه اللي تخرج عشان تربي اخواتها؟ لا، تخرج تربي اخواتها ايه؟ ده الواحد امنيته عشان ناره تبرد على ست ما نعرفهاش، ماشي، وكل اللي عرفناه عنها اخلاقها وشقاها، علشان تربي بنتها وتفرح بيها، وكانت دي نتيجتها ويتمثل بيها التمثيل ده كله، وتتقتل بالطريقه ديت. لا، احنا ما يشفيش غليلنا غير ان البنت دي تتعدم، وبرضه الولد ده لازم ياخد جزاؤه. ما يروحش بقى يترمي في الاحداث سنه واتنين ويخرج خلاص كده، ونبقى احنا فتحنا باب لحكايه جرائم الطفل انه ما يتحاسبش. ما فيش حاجه اسمها جرائم الطفل ما يتحاسبش. ما يتحاسبش ازاي؟ هو ده عيل صغير طفل عنده 7 ولا 8 سنين هنقول ان هو ما يدركش؟ لا، ده عارف كل حاجه. عارف كل حاجه، وعارف ازاي يخطط وازاي يطلع، وازاي بيطلع للبت في غياب امها، وازاي بيمارس كل البلاوي الزرقاء ديت. كل الحاجات دي معروفة عنه. يبقى لو سمحتوا بقى، لو سمحتوا خلي فعلا القانون قانون فعلا يتنفذ، ويفضل على راسنا كده، ونبقى عارفين اللي هيغلط هيتجازى، اللي هيغلط هيتحاسب. بلاش حكاية جرايم الطفل ومش الطفل، ويبقى العيل واد زي الشحط وعارف كل حاجة، ونرجع نقول اصل قانون الطفل. هيبقى القانون ده ما يتعدل اذا كان قوانين المرأة اتعدلت. قانون المرأة اتعدلت ومش عارف ايه، كل البلاوي دي، القوانين اللي هي ما بتاخدش معانا التأثير دوت اتعدلت. نيجي بقى على قانون الطفل اللي هيخش في الجرائم، ونرجع نتكلم نقول اصله طفل وما يتحاكمش. لا يتحاكم، لا يتحاكم. واي حاجة تحصل يتضرب بيها بايد من حديد، عشان الناس دي تعرف حدودها. اي حد يغلط في اي حاجة يفكر مرة واتنين وتلاتة وعشرة انه هيتحاسب. يا اما بعد كده بقى هيبقى عندنا سماسرة الجرائم. سماسرة الجرائم، واللي معاه فلوس هيعرف يزق عيل ويديله كام مليون. ما احنا في ناس بتلعب بالملايين، في ناس بتلعب بالملايين، واللي ما بيد... واللي بيداسوا تحت الرجلين اللي طافحين الدم على الملاليم. بس كده. يا رب بس نحكم ضميرنا، نحكم ضميرنا، ونخلص بقى المواضيع دي، ويبقى كل واحد يعمل حاجة يعرف انه هيتجازى. القانون أعمى، القانون أعمى. مش هنقعد بقى نتكلم ونقول طفل ومش طفل. ولو سمحتوا، لو سمحتوا يا جماعة بعد إذنكم شيروا الفيديو، عايز الكلام ده يوصل للناس، وإزاي تتفاعل مع الموضوع ده، وإزاي نطالب بإعدامها ومحاكمة الولد ده. نطالب بإعدامها، يعني هاشتاج كده إعدام نورهان. نورهان قاتلة أمها السفاحة اللي ما تمرش فيها تعب وشقى أمها. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا بقولها من قلبي. انا كنت داخله انام لما شفت الفيديو بتاع ان المحاميه بتقول عايزين نخرجها براءه رب اخواتها ومش عارف ايه. حرام اللي بيحصل ده احنا هنربي جيل جديد. او دي ولا رئيسه عصابه، دي ولا رئيسه عصابه بالثبات الانفعالي والابتسامه اللي هي بتقابل. هي فرحانه ان هي اشتهرت. ما هي زي ما كانت بتقول لزمايلها برضو، ان بكره هوريكم ان انا هطلع ترند. اديك طلعت ترند، عقبال ما تطلعي على المشنقه باذن الله. وحسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم.